مرحبا. علم السكون، القيود وردود أفعالها. مثال واحد: الإطار المبين بشكل واحد المطلوب ما يلي. الطلب الأول: حساب مركبات رد الفعل في مسانده، مساند الإطار. طبعا هاي هو الإطار شكل واحد، هاي المسند مفصلي ثابت، مسند متحرك. طبعا هون بينشأ ردي فعل، هون رد فعل وحيد. هاي شدة الحمولة 6 كيلو نيوتن على المتر، هون في قوة شاقولية 8 كيلو نيوتن. هون محصلة الحمول الموزعة اللي هي بمنتصف الطول هذا اللي هو 8 متر، تبعد عن الجانب اليساري 4 متر. وهي نسبنا الإطار إلى جملة إحداثيات إكس وواي. طبعا الحل: رسمنا مركبات رد الفعل في مساند الإطار، رسمتن هون حسب نوع المسند. طبعا هذا يعتبر يعني بمثابة المخطط الطليق أو المخطط الحر للإطار. اثنين: تعيين محصلة الحمول الموزعة، هاي عينتها كيو اللي هي شدتها مساحة الشكل هذا اللي هو العرض كيو صغيرة 6 كيلو نيوتن، ضربته بالطول، ونقطة التأثير في المنتصف يعني 6 و2 8، في المنتصفين 4 متر عن الجانب الأيسر. الثلاث: نطبق شروط السكون المعروفة. بالإسقاط على المحور إكس يساوي صفر. ما عندي مركبة واحدة اتش اي، ما في شيء مركبة أفقية حتى أخذها بالاعتبار، إذا قيمتها 0 كيلو نيوتن. الإسقاط على المحور واي، هذا المحور واي، في اي للأعلى موجب وفي بي للأعلى موجب، مطروح منها كيو محصلة حمول موزعة والإف. إذا هاي معادلة الإسقاط: في إي زائد في بي ناقص كيو ناقص إف يساوي صفر، علم سكون. بحل هذه المعادلة طبعا المعالم على طرف والمجاهيل على طرف، ها هن مجهولين، في إي زائد في بي يساوي 56. طبعا هون مجهولين لا أستطيع الحل، لذلك أخذت شرط العزم، حول المسند A لأنه في مركبات رد فعل أكثر من مسند B. طبعا في بي بالذراع اللي هو ذراع 6 متر، هاي هو العزم، ناقص كيو، هاي بتدور بهالشكل هذا سالب، ناقص كيو ب4، ذراعها 4 بالنسبة للنقطة A، وناقص اف بتدور حول ايه كمان سالب بذراعها اللي هو 8 متر. بحل هذه المعادلة طلع معي في بي تساوي 42.66 كيلو نيوتن. بدلتها في المعادلة 2 هون، وحصلت على قيمة في اي تساوي 13.33. نظمنا الإجابات في جدول ردود الأفعال. هاي هو رد الفعل قيمته كيلو نيوتن، اتش اي صفر، في اي قيمتها 13.33 كيلو نيوتن طبعا، وفي بي 42.6 كيلو نيوتن. أشكر حسن الاستماع.